اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق الله العظيم. بصوا الجمال والحلاوة، عملنا أحلى صينية جلاش باللحمة المفرومة، متحمرة وخطيرة وطعم وريحة فوق الوصف. عايزة تعرفي الطريقة احنا عملناها ازاي؟ يلا بسرعة حطي لايك وتعالي شوفي احنا عملناها مع بعض ازاي. بصي بقى يا ست الكل، انا رحت جبت بقى الصينيه اللي انا هعمل فيها او القارب اللي انا هعمل فيه الجلاش معاكم. ورحت جايبه طبق حطيت فيه شويه من السمنه. انت عايزه تحطي زيت، عايزه تحطي زبده، الماده الدهنيه اللي موجوده عندك براحتك خالص، بس يا ريت تتاكدي من الزيت ان هو ريحته مش مغيره علشان ما يغيرش معاكي طعم الاكل. ورحت جايبه بقى لفه الجلاش وفردتها. مهم ان انت ما تفرديش لفه الجلاش الا لما خلاص تكوني جهزت حاجتك، عشان انت عارفه ان الجلاش ورقته خفيفه جدا وبتنشف معاكي بسرعه من الهواء. خلاص كده هبدا اجيب بقى الصينيه بتاعتي وابدا ادهن الماده الدهنيه زي ما انتوا شايفين كده علشان نبدا نعمل احلى صينيه جلاش باللحمه المفرومه. بصوا ما شاء الله الجلاش طري ازاي، كل ما يكون طري كل ما تعرفي تتحكمي فيه. لو القارب اللي انت جايباه على قد ورقه الجلاش هتحطي ورقتين ورقتين ورقتين، لكن لو القارب صغير زي القارب اللي انتوا شايفينه دوت هاخد الورقه وهتنيها اتنين واعملها برضو كل ورقه اتنين 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 لغايه اما اخلص الجلاش اللي احنا هنعمله مع بعض. يعني هوريكم هنعمله ازاي. انا جبت الورقه دي تنيتها اتنين وطلعت برضو كبيره على القارب، فهبدا ان انا اجيب بالسمنه كده وهبدا احط سمنه في الاطراف، وهتني الاطراف ديت علشان بعد ما احط السمنه. مهم جدا ان انت تحطي سمنه. ليه؟ لان انت لو حطيتي جيتي تتني الاطراف دي من غير ما تحطي السمنه وهتعملي كل جلاش بالطريقه ديت، هتيجي تقطعي الجلاش هتلاقيه كله معجن. فالسمنه ديت عشان تخليلك الجلاش يبقى مورق وجميل خالص. فبدات ان انا جبت اول ورقه تنيتها اتنين وحطيت عليها السمنه زي ما انتوا شايفين اهو، وهبدأ ان انا اجيب تاني ورقة برضو اتنيها اتنين واحط عليها السمنة لغاية اما نخلص الطبقة. اللي هيقولي على كده القارب بياخد قد ايه من الطبقات؟ لا طبعا كل قارب وليه حجمه، وكل قارب وياخد كمية غير التانية. انا القارب دوت اخد لفة الجلاش على مرتين، يعني عمل معايا اتنين من القارب دوت جلاش باللحمة المفرومة. عملت قارب معاكم قدام الكاميرا وقارب عملته بعدين مع نفسي، يعني انا عملت اتنين قارب بلفة الجلاش من القارب ده لان القارب كان صغير خالص. وبدأت ان انا احط ورقة، كل ورقة اتنيها اتنين واحطها واحط عليها السمنة زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقول لكم حاجة، اوعوا ما تجروش الفيديو. انا كده كده اصلا بحاول بقدر الامكان ان انا ما اطولش عليكم في الفيديو خالص. والله ليه بقى؟ لان انا بحب ان انا اقول لكم اي حاجة، يعني الافادة اللي بتبقى في الفيديو. عايزه اقول لك حاجه، يعني ممكن وانتي بتجري في حاجه اصلا تكوني انتي عايزه تشاهدي الفيديو كله بس انتي بتجريه عشان تتفرجي عليه بسرعه. لا، في تكايه ممكن تكون في النص، في تكايه ممكن تكون في الاخر، هي اهم حاجه في الفيديو، فانتي كده بتخسري اهم حاجه في الفيديو. خلاص كده انا حطيت اللحمه المفرومه كده، عملت الطبقه الاولانيه ونزلت باللحمه المفرومه. انا ما استقطعهاش معاكم النهارده قدام الكاميرا ليه؟ انا عامله طريقه تعصيج اللحمه المفرومه من اقل كميه لحمه مفرومه هتعملي منها عزومه. الطريقه كامله على قناه جميله جدا ان شاء الله هتعجبكم، شاهدوها برضو وقولوا لي رايكم في كومنت جميل زيكم. خلاص حطيت اللحمه وفردتها كويس في القارب، وهبدأ انزل بالطبقة التانية من الجلاش. برضو مسكت اول ورقة تنيتها اتنين ونزلت باول راق من الجلاش، وهبدأ احط برضو السمنة، وهجيب بقى هفضل همشي على الخطوات دي خطوة خطوة زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي ما ينساش بالاشتراكات ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. وكومنتاتكم جميلة، ربنا ما يحرمني منكم ابدا، ونفضل مع بعض على طول، ولايكات كتير 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 علشان القناة تفضل معاكم. خلاص كده هنكمل كل الرقات زي ما انتوا شايفين.
عايزه اقول لكم حاجه، انا بعترف ان انتوا كلكم ما شاء الله شطار جدا جدا جدا، بس انا ببقى فرحانه جدا لما بوريكم طريقتي وانا بعمل حاجه كده. فانا اتعودت ان انا الحاجه اللي بتعجبني بحاول ان انا اوريها لكم انا بعملها ازاي، وكل واحد وليه طريقه. يا رب بس يكون طريقتي تعجبكم ان شاء الله. وهبدا احط كل راق كده واحط السمنه، وكده خلاص ده اخر راق في القارب. بس بصوا بقى هتنيها لتحت علشان يبقى الشكل جميل خالص. وهبدأ برضو افرد سمنة من فوق. هجيب السكينة بقى وابدأ اقطع القارب الجلاش زي ما انتوا شايفين كده عشان نبدأ نحطه في الفرن. في ناس هتروح قافلة الفيديو وتقول كده خلاص الفيديو خلص، لا، ده اهم تكاية في الفيديو جاية بعدين. اوعوا تفصلوا الفيديو، اهم تكاية بعد دقايق كده، دقيقة 2 كده. فما تفصلش الفيديو عشان اهم حاجة هتلاقوها. حلو التشويق صح؟ قطعي بقى الجلاش على حسب ما انتي حابة، الطريقة اللي انتي حابة تقطعي بيها الجلاش قطعيها. انا كده قطعت الجلاش بطريقة عادية خالص، وهاخد الجلاش كده وهروح حطاه في الفرن لغاية اما بقى يديني لون خفيف كده على الوش. هاخد الجلاش احطه في الفرن لغاية اما يديني تحميرة بسيطة جدا جدا على الوش كده، وهرجع لكم علشان نعمل احلى تكاية في الفيديو. حطيت الجلاش في الفرن واداني التحميره البسيطه اللي انا عايزاها. هجيب كوبايه الا ربع من الحليب، وهحط رشه بسيطه من الفلفل الاسود، وبعد كده هحط برضو رشه بسيطه من السبع بهارات. اي توابل انت حابه تحطيها حطيها، واحط رشه بسيطه طبعا من الملح. خلي بالكم لان انا معصجه اللحمه وحاطه فيها ملح. هجيب البيضه وهضربها في طبق زي ما انتوا شايفين كده، اضربيها كويس جدا في الطبق وانزلي بقى على الحليب. ليه ما بقولكيش حطي البضايه واضربيها، يعني هتبهدل الدنيا لان هي كوبايه صغيره. فانا ضربتها في الطبق وحطيتها على طول في الكوبايه. هبدا اسقي بيها الجلاش. بصوا التكايه دي هتدي طعم وريحه رهيبه جدا للجلاش وتحميره روعه. هاخد بقى القارب واحطه في الفرن، مش هياخد معايا وقت، هيتشرب الحليب مع التوابل مع كل المكونات الاخيره اللي انا حطيتها دي، وهيديني التحميره الجميله دي. ما شاء الله جميل. هبدا ان انا اقطع معاكم الجلاش مش عشان حاجه، علشان اوريكم ما شاء الله هو كان متحمر ازاي وكان جميل خالص وكان مورق معايا وكان خطير. يعني فانا حبيت ان انا اقطع معاكم الجلاش عشان اوريكم النتيجه الجميله اللي احنا عملناها مع بعض. بصوا ما شاء الله خطير جدا، وكانت الطبقات بتاعته مناسبة جدا. اللي حابب ان هو يخلي الطبقات سميكة دي حاجة ترجع له هو خالص، لكن انا بحب الطبقات دي كانت مناسبة. وهو لفة الجلاش عملت معايا 2 من القارب دوت باللحمة المفرومة، فما شاء الله كانت كمية كويسة جدا. بصوا ما شاء الله، الله الله على الجمال والحلاوة، الله على التوريقة. بصوا التحميرة الجميلة للجلاش الجميل. عملنا احلى جلاش مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة وتكات سريعة وبطعم وريحة روعة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، واللي نسي اللايك يحط اللايك، وانتظروني في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.